كنت متردد اعمل التجربه دي، لكن قلت نجرب وبامانه وبكل صراحه اقول لكم على التجربه دي، هل ان احنا ننفع نعتمد عليها ولا ما ينفعش من الاساس، لان سمعت عنها كتير بتلزق اي حاجه، فقلت لازم نشوف الموضوع ده. وكان من الممكن ان اشوفها من غير ما اعمل عنها فيديو، قلت اشارك معاكم النتيجه، سواء النتيجه هتكون بالنجاح او بالفشل. صبينا بنزين 90 وانا استخدمت بنزين 90 علشان هو اقوى من البنزين 80، وحضرت الفل ونبدا دلوقتي نسقط الفل في البنزين واحده واحده. بس هنا لازم نلبس كمامه عشان خاطر احنا ما نعرفش مصدر الماده دي ايه. المهم هنسقط الفل في البنزين لحد ما البنزين يتقل معانا. كده هي الماده ما تجريش بالمستوى اللي احنا محتاجينه، بس انا اجرب حاجه كده ان انا اورنش قطعه خشب او المع قطعه الخشب دي ونشوف. طبعا عشان خاطر التلميع او الورنيش عايز سهل يكون خفيف شويه، فعشان كده هنجرب الاول، ودي هتكون اول تجربه ان احنا نجرب الماده دي. كده انا ورنشت قطعه الخشب زي ما انتم شايفين. بصراحه يعني هي النتيجه حلوه يعني، بس احنا هنسيبها شويه عشان خاطر نشوف هل دي هتعمل طبقه تطلع بعد كده ولا حاجه. يعني نسيبها براحتها تشد براحتها، وبعد كده هنبدا نتجل في الماده بتاعتنا لحد ما تتقل للدرجه اللي احنا محتاجينها. كده تمام، الماده كده تجرت معايا زي ما انتم شايفين كده، فاظن كده كفايه عليها كده. ونبدا دلوقتي نلزق او نختبرها على الحاجات اللي احنا هنبدا نختبر عليها الماده دي. ودي اول حاجه هنلزق بيها الماده وهو الاسفنج على الخشب. وانا اخترت الاسفنج على الخشب ليه؟ لان انا بستخدم الموضوع ده كتير، وطبعا انتوا شايفين الفيديوهات على القناه، ولو ما شفتش تنزل تشوف كده ان انا بستخدم الاسفنج ده كتير وبنجد بيه شغل كتير، فده هيوفر عليا بصراحه كتير وهيوفر عليكم. فهنقول كده مع بعض يا مسهل الماده دي تلزق معانا الاسفنج في الخشب. تاني حاجه نختبرها الالومنيوم على الخشب، والالومنيوم بنستخدم في مجرة الدولاب وطبعا اللي هو الليد بروفايل، فبنقول يا ريت تنفع او تلزق على الالومنيوم. لزقت الالومنيوم على قطعه خشب وثبتها بالشكرتون، تاخد الوقت بتاعتها براحتها خالص. احنا مش مستعجلين عشان خاطر ندي الوقت للماده دي ونشوف هل هي هتنفع ولا لا. هنلزق اهم حاجه اللي احنا بنحتاجها في كل الشغل الا وهي الاستانلس، فكلنا نقول يا رب تلزق عشان خاطر مصلحتنا وتوفر علينا كتير. وكمان شريط الحرف انا بستخدمه كتير، فعشان كده جربت عليه الماده. انا بحاول اجرب عليه الحاجات اللي انا بستخدمها كتير علشان نستفاد ونطلع بحاجه من الموضوع ده. ايه ده الاسفنج عملت ليه كده؟ رفعت من الجناب. طيب هي كانت عايزه ماده اكتر ولا التراب هو اللي عزلها؟ يا ريت تشاركني رايك في التعليقات. انا عرفت الحل ايه، بس ده هيكون يا كبير اخر الفيديو، عشان كده عايزك معايا للاخر علشان نشوف الموضوع ده هيرسى عليه. المهم انا جبت قطعه اسفنج جديده تاني عشان خاطر الزجه، ونبقى عملنا اللي علينا. دي قطعه اسفنج دي جديده عشان نطلع بره موضوع التراب والعزل والحد دي، فقلنا نلزق حته اسفنج تاني ونجيب الاخر في موضوع الماده دي. جبت علبة كرتونة هدايا فاضية عادية علشان اختبر عليها مدى قوة المادة في الرطوبة أو العزل. نخلي الغطا زي ما هو والعلبة هي اللي هنعزلها، علشان بعد كده هنبدأ نختبر الاتنين بالمية. وهنجرب على البلاستيك، وكانت عندي الطبه دي في الورشه والكوع ده اللي انتم شايفينه. وهبدا دلوقتي الزقهم في بعض، وطبعا الطبه فيها كده جلوز هدخلها جوه الكوع عشان خاطر الموضوع يكون معايا اصعب ان احنا ما تتفكش بعد كده. وطبعا مش هننسى ان احنا نلزق قطعتين خشب في بعضيهم، قطعه خشب مع قطعه بلاكاش هبدا الزقهم. طبعا احنا شغل الكبس اللي احنا عارفين. المهم هنلزقهم في بعض وهنجمطهم ونسيبهم يشدوا براحتهم. هنلزق دلوقتي قطعتين خشب من الخشب المستخدم في تقطيع مكنه الليزر. انا بستخدم الخشب ده بلزقه كتير على الشغل اللي معايا في الورشه، فحبيت ان انا اختبر عليها الماده دي. هنختبر الماده لزق الجزاز على الخشب وهنشوف. دلوقتي هنشوف النتيجه بعد مرور يوم، ويا ريت المكنه المكنه تطلع قماش. ومعلش اذا كنت طولت عليكم، لكن بجد عشان نشوف الماده دي هتنفع معانا ولا لا، وينفع نعتمد عليها ولا ما ينفعش نعتمد عليها. دي اول حاجه احنا اختبرناها، دي الكرتونه. والكرتونه زي ما انتم شايفين في طبقه كده من فوق ما تتحاش معانا. انا مش عارف كده هي ساريه لتحت ولا لا، يعني سحبه معايا لتحت هي مش سحبه معايا لتحت، يعني الكرتون شارب معايا الماده. انا عطيت الكرتونه دي وشين بالفرشه عشان كده الماده زادت معايا تحت.
ولحد دلوقتي ما نشفتش، يعني يوم كامل وما نشفتش تحت. بس احنا ايه هنجرب على الكرتونه كده، هنصب عليهم ميه. هي بص شايفين زي ما انتم شايفين كده، يعني الميه مش بتشرب في الكرتونه خالص، يعني الماده دي عامله عازل، ودي يعني يعتبر دي اول حاجه ناجحه في اختبار الماده. بس احنا نصب عليهم ميه ونسيبهم كده ساعتين 3 4 زي ما يكون، وهنشوف الموضوع ايه. ده الكرتونه اللي احنا عزلناها، ودي الكرتونه التانيه ايه اللي احنا ما عزلناهاش. وده الخشب المستخدم في مكنه تقطيع الليزر. وهنبدا دلوقتي نفكهم بعد مرور يوم من اللزق. هو بص انت تحس كده ان هو ايه لازجين، بس انا ايه بحمل وبشوف اخرهم ايه. فدي يعتبر من التجربه اللي هي مش ناجحه. هنيجي دلوقتي للجزاز. والجزاز اللي لزجناه في الخشب كده شد، تحس ان هو ماسك والله بجد. بس لا للاسف انا حملت عليه فكت معايا. وانا زي ما قلت لكم لازم احمل على حاجه عشان اتاكد ان هي لازجه ولا مش لازجه. ونيجي دلوقتي للستانلس وشريط الحرف. وده مهم يا ريت يكون لزج عشان خاطر هنستخدمه. انت كده احنا عندنا محاولتين بصراحه مش ناجحين، وفي محاوله واحده اللي هي بتاع الميه دي لسه هنشوفها برضو ناجحه ولا مش ناجحه. فوق كده شريط الحرف هو بص لازق مكانه، بس انا واما سحبت كده بيسحب معايا، وده مش هينفع. الماده اما تمسك شريط اللزج ده، واما بنلزج واحنا في مكنه طبعا بيبقى لازق تمام، ما ينفعش يتسحب زي كده. فيعتبر برضو دي تجربه مش ناجحه. انا قعدت يوم كامل انا مش عارف هقعد ايه اكتر من كده. ده المكنه الشريط اما يلزق فيه ساعتها واحنا واقفين كده يلزق. ستانلس برضو بيطلع معايا بكل سهوله. فكده الموضوع ده مش نافع. فكده التلات تجارب معايا ما نفعوش. دي الخشب طبعا، الخشب مع الكبس زي ما احنا شايفين كده اهو. انا بضغط، انا ممكن اضغط لك واقول لك ده ماسك وتمام التمام، بس هو انا بضغط جامد عشان خاطر اشوف. هو بصراحه انت لو سبت نقطه غيره وسبتها من هنا لبكره مش هتعرف تخلعها من الابلكاش. فدي مش هينفع معايا. دي التجربه بصراحه اللي عجبتني. بس عشان اتاكد وتعجبني اكتر نشوف الطبقه دي بتطلع ولا لا. بلا زميل كده حاولت ودوست فيها جامد مش طالعه معايا. بس بصراحه كده دي احسن حاجه عجبتني. ملمع الخشبه وعامله طبقه ومش طالعه معايا. فدي يعتبر حاجه جامده. وده البلاستيك اللي احنا ايه عملناه. هنحاول كده نطلعهم من بعض. طالعه بكل سهوله بامانه وصدق. انا بتكلم معاكم ان الماده في حاجات نافعه معايا وفي حاجات مش نافعه معايا. انا بتكلم معاكم بصراحه. انا ممكن امسك في الحاجه كده واقول ايه ده يا سلام ده مات 100 100 اهو. يا ماسكه الالومنيا اهو زي ما انتم شايفين. بس لو انت حملت عليها هتتخلع معاك. يبقى ايه اللي احنا استفدناه؟ ملهوش اي لازمه. انا عايز الحاجه تمسك بالمره. بص اهو بتتخلع بكل سهوله. فانا مش هضحك عليك واقول لك ده بص ماسكه معايا وايه ده الماده السحريه والكلام اللي احنا ايه بنسمعه كتير. لا انا عامل الفيديو ده عشان انا اكد لنفسي واقتنع ان الماده دي يعني في حاجات نافعه معايا وفي حاجات مش نافعه معايا. بس بصراحه يعني انا ما كنتش متوقع الاسفنج بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم انا حليت المشكله ازاي. انا تجلت على الاسفنج ده، يعني حملت عليه حاجه كده لغايه يوم كامل. وزي ما انتم شايفين يعني بصراحه الاسفنج مش طالع يعني انت تشد الاسفنج كده يتسلخ من بعضيه. ودي حاجه انا استفدت بيها اولا. وبصراحه دي اللي انا استفدت بيها من الماده دي اللي هو قطعه الخشب زي ما قلت لكم والاسفنج ده. ولسه هنشوف موضوع العزل. فزي ما احنا شايفين بصراحه حاجه خيال في موضوع الاسفنج ده اللي نقدر نستخدمه. جبت برضو حته رخامه كده ولزقتها مش طالعه بصراحه اهو. يعني انا حاولت فيها بايديا مش طالعه. هجيب شاكوش برضو. وزي ما قلت لكم انا لازم ااكد على الحاجه مره واثنين وثلاثه بشاكوش. يعني تقيله مش طالع. اه بس طلعت برضه في الاخر زي ما قلت لكم. معلش الفيديو طويل بس انا بحاول كل حاجه تكون قدامكم وتكون انت يعني تقتنع ان الحاجه دي صح او غلط. فدي موضوع الرخامه ده هينضم للحاجه اللي ايه اللي مش ناجحه معانا او الفاشل اللي هو الحديد. انا سمعت يعني في ناس كتير بتقول الحديد بيلزق حديد. طب يلزق ازاي الحديد؟ لا هو الحديد هو اخره اللحام او اوله واخره ان هو يتلحم في بعضيه. ودي الكرتونه اللي احنا صبينا فيها الميه واستنينا عليها حوالي كده 3 ساعات او 3 ساعات وحاجه. يعني بصراحه الميه مش مؤثره فيها خالص. وهجيب لكم نفس الكلام الكرتونه برضو اللي هي الغطا بتاعها الميه بهدلتها زي ما انتم شايفين كده. فاحنا نكب الميه عشان بهدلت لنا برضو المكان. فبص زي ما انتم شايفين كده الميه بوشت الكرتون خالص. زي ما احنا شايفين ده بعد مرور 3 ساعات. والكرتونه التانيه زي ما هي زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا استفدنا من الماده دي بثلاث حاجات: العزل
والاسفنج اللي احنا ايه لزجناه، وقطعه الخشب زي ما انتم شايفين الكرتونه بحالتها زي ما هي، والاسفنج اهو، ودي قطعه الخشب. دي 3 حاجات انا استفدت منهم بصراحه في موضوع تجربه الماده دي. انا الحمد لله ان انا جربتها برضو، استفدت منها ان انا جربت التجربه دي، ويا رب يكون حد استفاد من الفيديو ده. ولو انت شايف حاجه انا ما عملتهاش او كان ممكن اعملها تكتب لي تحت تعليق. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.